السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي كركديه. عندي اهو هنعمل بودرة الكركديه زي اللي انت اللي اسمه ايه التمر اللي هو اصلا مش تمر، يعني اللي هو بيجيبوا لي لون وعليه سكر. ده دي حاجة احنا هنعملها بديل، عشان في ناس بيقولوا ان التمر ده مش حلو ومش صحي، انما ده كركديه حاجة طبيعية هنعملها في البيت. تمام. وعندي هنا ده دوم مطحون وانا هطحنه تاني. شوفوا معايا كده. عندي هنا دول مثلا انا جبت ب10 جنيه، اللي حابب بقى يجيب زي ما يجيب بقى. هو بيبدأ من 140 ل 160 الكركديه، احسن حاجة ب 160. وعندي هنا ده سكر برضو. هناخد كده ما نبتدي مع بعض هوريكم هنعمل ايه. هنبدأ كده. عندي هنا هنجيب الكبة ونفرمه الاول. انا هفرمه بقى وارجع لكم. وكده عندي اهو طحنا هنا ده الكركديه. طبعا الخشن اللي طلع منه انا رميتهوش، هوريهولكم. وده هنا عندي كده ده الدوم زي ما انتم شايفين. نعمه كده، نعمله كده ننزل الناعم. برضو عندي هنا الخشن اللي من الدوم ده اهو. انا مش هرميه، انا هغليه دلوقتي وهنعمل منه عصير. وعندي هنا ده اللي طلع من الكركديه برضو مش هرميه، ده هعمله مثلا في ازازه مركز، وهشيله في التلاجة عندي لاي ظروف، لاي حد يجي ممكن اشيله لرمضان زي ما انا عايزه. انا هصفي بقى، هنخل الدوم وهرجع بقى اوريكم هنعمل ايه مع بعض. عندي هنا زي ما وريتكم اهو كده اللي طلع من الدوم. مش هنرميه، هنغليه، هيتعمل عصير تاني، هيتغلي ويتشرب. اللي طلع برضو من الكركديه. هنجيب كده عندي هنا الكركديه الاول. هنبتدي كده مع بعض الكميه دي. هنحط كده معانا سكر، في ملح ليمون كمان هنجيبه. انا الملح الليمون اللي انا عملته معاكم قبل كده هجيبه وهوريكم هنعمل ايه دلوقتي. بصوا حطيت عندي هنا كده مج سكر، وهنحط دي سنه على طرف المعلقه ملح ليمون. ده اللي انا كنت عملته معاكم قبل كده في فيديو. وهنقلب كده الخليط معايا زي ما انتم شايفين. انا هحتاج احط سكر تاني. نحط مثلا عشان ده كده كركديه خام، هنحتاج نحط مج سكر كمان زي ما انتم شايفين كده. نحط مج كمان سكر بقى خشن ناعم غامق فاتح، اي سكر عندك هتحطيه هيبقى جميل قوي. هيبقى زي الحاجات انت بتعملي حاجه في البيت لرمضان ولاي وقت برضو تعمليها، ممكن بعد كده هتعجبك تعمليها في اوقات غير رمضان، وحاجه مش مكلفه وحاجه نظيفه وضمناها في البيت. تمام. احنا كده عملناه. هنجيب عندي هنا ميه. هنجيب كده عندي هنا ميه. احنا حابين بس ايه ننديه بس كده، نعمله ايه يبقى مندي زي ايه، زي اللي بيتباع بره كده، زي الرمل المنديه كده. وهنقلب كده كويس. بصوا الشكل بتاعنا، بصوا الجمال والحلاوه. بصوا يا جماعه، بصوا زي اللي بنجيبه من بره، اللي هو زي التمر كده اللي بنجيبه من بره، بس احنا ما نعرفش مصدره ايه. ده اهو ده معروف كركديه عناب انت عاملاه في البيت. بصوا بيبقى كده زي الرمل المندي كده، بنجيبه احنا بالشكل ده برضو، بس دي حاجه انت عاملاها في البيت مضمونه وانضف. كده احنا عملنا الكركديه. هنبتدي بقى نعمل الدوم بقى مع بعض برضو. هنجيب كده عندي هنا الدوم اكتر من الكركديه. اما اشوف هنحتاج، انا حطيت مج سكر، هنحط مج كمان نفس الطريقه هنعملها. بصوا انا عندي هنا الدوم بتاعي خد 3 مجات سكر. تمام، عشان هو اكتر من الكركديه. بصوا زي ما انتم شايفين. هنجيب برضو عندي هنا ده ملح الليمون اهو. هنحط برضو كده سنه على حبه على طرف المعلقه كده زي ما وريتكم. ده الملح الليمون اللي انا عملته معاكم في فيديو قبل كده. لازم نقلب كده كويس. بس قبل ما اخلص الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس والكومنتاتكم الحلوه الجميله دي اللي بتبسطني.
هنجيب عندي هنا بقى الميه زي ما قلت لكم. هناخد كده على المعلقه، بس معلقتين 2 بالظبط، ولو احتاجنا تاني هنحط وهنقلبه بقى ايه عشان نخليه يبقى زي الرمل المندي. تمام. وده كده عندي اهو الدوم اللي عملناه اهو المشروب التاني. عندي ده احنا هنرفعه على النار وهوريكم لما هنصفيه هيبقى شكله عامل ازاي. هغليهم على النار وهرجع لكم تاني. بصوا ده كده هنا عندي اهوت خلصنا كده الدوم بتاعنا والكركديه بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الكميه عندي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الكميه دي ممكن مع المشروبات التانيه تقعد معاكم شهر رمضان. كده عندي اوريكم حاجه تانيه برضو. عندي هنا دوت اللي هو بصوا مركز ازاي. ده اللي هو ايه كان الخشن اللي كان طالع من الكركديه انا مرميتهوش، انا عملته كده بقى عصير كركديه مركز عناب مركز. ده انا هحطه هفضيه في ازازه وهشيله في باب التلاجة. لما نحب نعمل عصير هنفضي في كوبايه كده، هنفضي الربع والتلات ارباع ميه وسكر. تمام. وعندي هنا برضو ده الدوم، انا برضو الخشن برضو اللي طلع منه مرميتهوش، عملته اهو زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. برضو هحطه في ازازه. وعندي هنا ده العصير اللي احنا عملناه بقى هنجرب كده مع بعض. ده كده دوم وميه ساقعه معايا هنا اهو. ولو في تلج بقى يبقى جميل. عندي اهو هنجيب كده عندي هنا مكعبات تلج هنحط كده مع الدوم. انتوا حابين بقى تقلوه عن كده نتقل. تمام. الميه بقى السكر بقى عندي حسب الرغبه. تمام. عملنا اهو كركديه وعملنا دوم. اللي حابب بقى يتقل يتقل، انا شايفاه كده كويس. اللي حابب يتقلوا عن كده. وده كان الفيديو بتاعنا. السكر اهو حسب الرغبه بقى. وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو يعجبكم. اهو عندي هنا اهو ده الدوم اللي احنا عملناه، وده عندي الكركديه. يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.